العين تغمض ثم تنظر. سائق السيارة الصفراء مال بنا شمالا نائيا عن بابها. والقدس صارت خلفنا والعين تبصرها بمرآة اليمين. تغيرت ألوانها في الشمس من قبل الغياب. إذ فاجأتني بسمة لم أدر كيف تسللت للوجه. قالت لي وقد أمعنت ما أمعنت. يا أيها الباكي وراء السور، أحمق أنت؟ أجننت؟ لا تبكي عينك أيها المنسي من متن الكتاب. لا تبكي عينك أيها العربي، واعلم أنه في القدس من في القدس، لكن لا أرى في القدس إلا أنت. أنا هبة طه، randomly podcast host، مسلمة مصرية، مش ناس كتير تعرفني، بس بدعم القضية الفلسطينية من كل قلبي. صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت اللي انتوا بتسمعوني فيه. أهلا بيكم في episode 3 من randomly by me your host هبة طه. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب تكونوا كويسين ومتماسكين في ظل اللي حاصل ده. بصراحة اترددت كتير قبل ما اعمل الحلقة دي، بس حسيت ان انا طالما عندي بودكاست بقدم من خلاله محتوى، وحتى لو كان لسه صغير، وحتى لو كان ان شاء الله 2 بس اللي بيسمعوني، فلازم اقول ان انا اكيد بدعم القضية الفلسطينية، وان انا يا رب ان شاء الله ربنا يقدرنا واقدم كل اللي اقدر عليه، حتى لو كان اللي في ايدي ده صغير او قليل جدا بالنسبة للي حاصل. لأن فلسطين هي قضية دين بالنسبة لي كمسلمة الحمد لله، وهي قضية عروبة وإنسانية. انت مش محتاج تكون أكتر من إنسان عشان تتعاطف مع اللي حاصل هناك. وحبيت ان الابيسود النهاردة تبقى عبارة عن اننا ازاي نتعامل مع الموقف اللي حاصل بطريقة صح ومن غير ما نحس ان احنا مستهلكين، لان دي اعتقد حاجة احنا كلنا بنمر بيها دلوقتي، وعن شوية حاجات تانية. مبدئيا احنا كلنا هدفنا دلوقتي الأول إننا ندعم إخواتنا هناك، دي أهم حاجة بالنسبة لنا دلوقتي. وعشان بجد نعرف نعمل كده احنا محتاجين نهتم بصحتنا النفسية. صحتك النفسية في الوقت ده بالذات مش رفاهية خالص، بالعكس. وإنك تهتم بنفسك وبصحتك ده مش بيعارض القضية خالص، بالعكس ده بيدعمها. لأن you have to fill your own cup so it can pour on others. انت لازم تبقى بتملى نفسك عشان تعرف بجد تفضي على اللي حواليك او تخدم هدفنا الاول دلوقتي، واللي هو اننا ندعم اخواتنا هناك. فده في الوقت ده تحديدا جزء من مسؤوليتنا كمان، عشان ده وقت احنا محتاجين نقف فيه وندعم بعض فيه وندعم اخواتنا هناك، مش نتعب ونستهلك ونتخاذل. فبلاش الإحساس بالعار اللي بيلاحقك وانت بتحاول تعمل حاجة تسند بيها نفسك، لأن ده أصلا مسؤوليتنا دلوقتي. إخواتنا هناك محتاجين ناس تحس بيهم وتدعمهم، مش محتاجة ناس مستهلكة ومش قادرة تعمل ده. وكمان انت لو بصيت على إخواتنا هناك أصلا دلوقتي في فلسطين هتلاقيهم سبحان الله في منتهى الثبات والقوة. فيعني بجد احنا محتاجين نتعلم الثبات ده منهم. خلينا الأول نتكلم عن ازاي اننا ندعم إخواتنا في فلسطين هناك دلوقتي. وبعدين نتكلم عن إزاي ندعم نفسنا نفسيًا عشان نقدر نعمل ده. للأسف الطرق اللي إحنا ممكن ندعمهم بيها مش كتيرة أوي، بس ده اللي في إيدنا حاليًا وده واجبنا إن إحنا نقدمه للآخر، ولو في إيدنا نعمل أكتر من كده أكيد هنعمل. أول حاجة يعني أولًا وأخيرًا ودايمًا الدعاء. الدعاء والاستعانة بربنا سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه هو اللي قادر على كل شيء، هو اللي قادر سبحانه إنه ينصرهم وكمان يربط على قلوبهم ويثبتهم ويثبتنا جميعا، لأن دي فتنة كبيرة. تاني حاجة طبعا سوشيال ميديا. احنا لازم نشير المحتوى اللي بيتقدم عن فلسطين قد ما نقدر، عشان ده بيدعم المحتوى ده وبيساعده يوصل لناس كتير. وطبعا احنا كده بنحارب الخوارزميات بتاعت بعض منصات السوشيال ميديا دلوقتي او تقريبا كلها، اللي هي بتوقع اي محتوى عن فلسطين الفترة دي. فاحنا لازم نخصص جزء من وقتنا نعمل فيه كده ونشير كتير وما نوقفش ابدا، حتى لو كانت الاخبار مرهقة لينا، بس احنا ما ينفعش نوقف، لان ده دورنا دلوقتي ولان ده جزء من احساسنا بيهم. يعني تخيل ان احنا من مجرد المشاهد حاصل فينا كده، فما بالك ان هما اللي بيحصل فيهم كل ده. ومحدش يفتكر ان هو الشير بتاعه مش هيفرق، لا هيفرق يا جماعة، لانه يعني انتوا متخيلين لو كل واحد فينا فكر انه لا انا دوري مش هيفرق، محدش فينا هيشير، المحتوى هيقع اكتر ما هو اصلا واقع. فلا كل حد فينا
المفروض يshare قد ما يقدر، والله أعلم يعني، بس بما إن ده جزء من دورنا أو اللي نقدر نقدّمه دلوقتي لإخواتنا هناك، فأعتقد إن إحنا هنُسأل عن ده، فما تبخلش بالshare لإن ده كل share بيفرق وبيدعم المحتوى وبيساعده يوصل لناس أكتر، وبالذات الدول الغربية حتى لو كنت أنت شخص ما عندكش followers أو ما عندكش ناس كتير على الaccount بتاعك. ثالثًا طبعًا الدعم المادي من خلال المؤسسات اللي بتعمل كده زي الهلال الأحمر ومرسال وبنك الطعام وغيرهم. ابدأ بنفسك وأهلك ومهما كان المبلغ صغير أكيد هيفرق، وحط في بالك إن مبالغ صغيرة كتيرة تقدر تعمل مبلغ كبير جدًا نقدر نساعدهم بيه بجد. كمان شير مع الناس اللي حواليك الأماكن اللي نقدر نتبرع من خلالها وساعدهم وشجعهم إن هم برضه يتبرعوا. وكمان حاجة لطيفة أوي لو خلّيت الأطفال في عيلتك يشاركوا بجزء من مصروفهم أو بمصروفهم كلّه، أنتم كده بتربّوهم على القضية الفلسطينية وإن هم يساعدوا إخواتهم وقت الأزمات، وبتربّوهم إن هم يكونوا بني آدمين بجد، محافظين على دينهم ومحافظين على إنسانيتهم، وكمان لإن ده جزء أساسي من دعمنا لفلسطين إننا نبقى عندنا وعي عن القضية الفلسطينية، سواءً كأشخاص إحنا نبدأ بنفسنا إن إحنا نعرف أكتر عن القضية الفلسطينية، أو إن إحنا نوعّي الأجيال الصغيرة ونطلّع جيل فعلًا فاهم وعارف إيه القضية الفلسطينية، ويتعوّد دايمًا على نصرتها وإن هو يدعمها بكل اللي يقدر عليه. كمان إحنا لازم نعلّمهم ونتعلّم إحنا شخصيًا والله من الفلسطينيين الشجاعة، وإننا لا نخاف في الحق لومة لائم، وإننا ندافع عن شرفنا وديننا وأرضنا وحقنا حتى لو كانت تمن حياتنا. طلّعوا جيل شجاع واعي بجد قادر يواجه ويعبّر عن نَفْسه. تاني حاجة بقى خلّونا نتكلّم إننا إزاي ندعم نَفْسنا عشان فعلًا نقدر نعمل الحاجات دي. مبدئيًا إننا ندعم نفسنا نفسيًا إزاي وقت الأزمات، دي حاجة طبعًا بتختلف من شخص للتاني، المفروض إن كل شخص يكون بيسعى دايمًا إنه يعرف المناسب ليه أو اللي فعلًا بيفرق معاه في الأوقات دي أو عمومًا، بس هاشير معاكم الحاجات اللي بتفرق معايا وأعتقد هتفرق مع ناس كتير برضه الفترة دي أو عمومًا في الفترات الصعبة، ويمكن أصحابي اللي عندي على السوشيال ميديا هيحسوا إنه الكلام ده مكرر لأن أنا نزّلته قبل كده، بس يمكن أنت ما شُفتش الكلام ده، ولو أنت شخص شُفت الكلام ده فخلّيك معايا للآخر لأن في حاجة مهمة عايزة أقولها. مبدئيًا حاولوا ما تقضّوش وقت كتير متواصل على السوشيال ميديا، ده فعلًا حاليًا بيأثّر على صحتنا النفسية، وكمان مش هابقى بابالغ لو قُلت بيأثّر على صحتنا العقلية من هول الأحداث. وعارفة إن إحنا كلنا متوترين وعايزين نعرف الأخبار أول بأول، بس فعلًا تجنبوا إن أنتم تقعدوا فترة كبيرة متواصلة على السوشيال ميديا، لإن ده مُرهق وحاليًا مُهلِك كمان. حاولوا كمان تمارسوا مهام يومكم الطبيعي، عارفة إن دي حاجة صعبة دلوقتي جدًا بس حاولوا. إحساسكم بالإنجاز هيفرق معاكم جدًا وهيحسسكم إنكم عندكم القوة والمرونة النفسية الكفاية للتعامل مع الموقف ده. ولو أنت شخص عندك روتين يومي معين حاول تلتزم بيه قد ما تقدر. تالت حاجة قضوا وقت افصلوا فيه تماما، اعملوا فيه حاجة بتحبوها وبتحسسكم حلو أو بتدعمكم نفسيا وبتفرق معاكم، دي حاجة مهمة جدا تعملوها. كمان دي حاجة اكتشفتها مؤخرا إنها بتغير لي مودي وبتفرق معايا خصوصا في الفترة دي، وهي إني أقضي وقت مع الأطفال. العبوا معاهم أو اعملوا أي activities سوا، أو حتى إنكم تعملوا أي مشروب وتقعدوا تاكلوا وتشربوا سوا. دي حاجة اكتشفت إنها بتفرق جدًا وبتغيّر لي مودي خصوصًا في الفترة دي. أعتقد نفس الفكرة كمان بالنسبة للحيوانات الأليفة لو عندكم، ما أعرفش ليه بيفرق معانا دلوقتي، بس غالبًا إنه إحساسنا بالبراءة اللي فيهم وإننا نشوفها ونحس بيها ونتعامل معاها بيحسسنا بخير وبيحسسنا حلو، مقابل المشاهد اللي إحنا بنشوفها حاليًا طول الوقت اللي هي أقل ما يُقال عنها إنها وحشية وبدون إنسانية حرفيًا، يعني هي لا تمُت للإنسانية بصلة. الرياضة برضه أو إنك تحرك جسمك عمومًا، مش لازم تروح gym، تقدر تختار أي رياضة مناسبة معاك أو بتحبها وتعملها حتى لو من البيت. بالنسبة لي هارشح لكم المشي، وهيبقى أحلى وأحلى لو في مكان فيه طبيعة، هيفرق معاكم كتير أوي أوي. ولو محتاجين تتشجعوا انزلوا مع حد بتحبوه وشجعوا بعض، ومنه هتبقوا بتقضوا وقت مع ناس بتحبوها لأن دي حاجة برضه بتفرق معانا دلوقتي جدًا. حاوطوا نفسكم بأهلكم وبعيلتكم وبالناس اللي بتحبوها، وقضّوا وقت معاهم وحسّوا بوجودهم وبحُبّهم، لإن دي حاجة أكيد بتفرق معانا جدًا دلوقتي وإحنا
محتاجين نحس بيها ومحتاجين كمان نمتن ونحمد ربنا سبحانه وتعالى على كل النعم دي. في نهاية بقى الحاجات اللي أنا قُلتها عشان ندعم بيها نفسنا نفسيًا، عاوزة أقول لكم كلمتين من قلبي كده، وأحكي لكم قصة صغيرة حصلت معايا شخصيًا. من فترة اتعرضت أنا وأهلي لأزمة كانت كبيرة أوي، أوي، وكنا أول مرة نواجه حاجة بالشكل ده، الحمد لله رب العالمين يعني إنها عدِّت. وللي ما يعرفنيش يعني أنا الحمد لله أهلي بالنسبة لي حاجة كبيرة أوي، يعني يمكن أهم حاجة في حياتي. وكنا أول مرة بجد نواجه حاجة كده. كانت وقتها فترة end round، كان عندي امتحان end round، كنت محتاجة أذاكر للامتحان ده. أنا فاكرة وقتها إن أنا أول ما عرفت المشكلة واللي حاصل والأزمة دي، ربنا ساعتها سبحانه وتعالى ألهمني إن أنا آمم أقف وأصلّي ركعتين، وقعدت أعيّط لربنا سبحانه وتعالى. وبعد ما خلّصت صلاة ودعيت وعيّطت لربنا سبحانه وتعالى، أنا فاكرة وقتها إن أنا حسّيت اللي هو أوكي هبة هي صعبة، بس إحنا هنشيل ده، إحنا مضطرين نشيل ده ونتعامل معاه، مش وقت دلوقتي انهيار. فوقتها فعلًا كنت بامارس حياتي بشكل طبيعي، يعني اللي يشوفني من برّه ما يحسّش إن أنا عندي مشكلة أو في مشكلة حاصلة أو كده. باروح الgym، باتمشى، باحاول أذاكر للend round. وقتها ما كنتش فعلًا قادرة أذاكر، بس كنت باحاول أعمل أي حاجة تخلّيني عارفة أذاكر. أطلع أذاكر برّه، أجرّب مش عارفة أعمل إيه، باحاول بشتى الطرق لإن أنا لازم أذاكر لامتحان الend round اللي عندي ده عشان دي مسؤوليتي. يعني أنا كنت حاسة إن أنا مسؤولة عن إن أنا أشيل ده، ومسؤولة إن أنا أذاكر وأكمّل. اللي وقتها حصل بقى ويمكن كان أصعب من الموقف، أو مش كان أصعب من الموقف بس كان من الحاجات الصعبة في الموقف إنه آمم في ناس حسّستني إنه إيه ده أنتِ إزاي قادرة تتعاملي كده، أنتِ ما عندكيش دم، أو أنتِ مش حاسة بأهلِك أو بالمشكلة اللي حاصلة. وفي كتير من أصحابي ومش بالومهم خالص والله بالعكس، يعني أصحابي كلّهم على راسي أنا باحبهم كلّهم، بس هُم كتير منهم بجد ما حاولش يبقى جنبي أوي، بسبب إن هُم كانوا شايفين إنه إن أنا مثلًا كويسة، مع إن أنا كنت حاكية المشكلة، أنا كنت موضحة المشكلة، باقول اللي حصل عشان أقول إنه مش معنى إن الشخص شايل الحاجة كويس إنها مش تقيلة. اللي حاصل ده، وطبعًا مش باشبّه الموقف بتاعي وبتاع أهلي، إحنا مهما كان ابتلينا يعني، فبلاءنا أكيد ما يجيش حاجة خالص في اللي حاصل في أهلنا في فلسطين. بس أنا باحاول أوصّل لكم فكرة إنه مش معنى إن الشخص صامد إنه هو مش زعلان، ومش لازم أنهار عشان أبيّن إن أنا زعلانة، مش لازم أوقّف حياتي عشان أبان إن أنا متعاطفة مع الموضوع. لإنه الموضوع مش كده، إحنا مختلفين، طاقتنا في تحمُّل الأمور مختلفة، وتعاملنا مع المواقف بيبقى مختلف من شخص للتاني. ربنا سبحانه وتعالى بيدّي لكل واحد فينا طاقة يتحمّل بيها، فبلاش نزايد على بعض، بلاش نحس وِحِش تجاه بعض، وخلّينا نبقى عندنا شوية رحمة تجاه بعض، ونشجّع بعض إن إحنا فعلًا ندعم القضية بكل حاجة في إيدنا حاليًا، ويمكن لو في إيدينا أكتر من كده نعمله، بس من غير ما نبقى إحنا بناكل في بعض. إحنا محتاجين دلوقتي بجد نوقّف ده ونبقى عندنا رحمة تجاه بعض عشان فعلًا نعرف ندعم إخواتنا هناك صح. ومن الحاجات اللي صعّبت عليّا الموقف برضه وقتها هي إني حسّيت بالذنب وحسّيت وِحِش تجاه نَفْسي، عشان باحاول أمارس حياتي الطبيعية في الوقت اللي فيه مشكلة كبيرة بالشكل ده بتواجهني أنا وعيلتي. مع إني كنت باحاول أعمل كده عشان فعلًا ما كانش ينفع أنهار وقتها، عشان فعلًا أعرف أدعم نفسي وأكمّل وأحاول أذاكر وأفضل واقفة ليّا ولأهلي وأعرف أسند نفسي وأسندهم. فما كنتش هاعرف أفضل مكمّلة وباحاول لو ما كنتش فعلًا عملت كده. والحقيقة إن دي المسؤولية وده الاختيار الأصعب كمان. كان سهل أوي وقتها إني أنهار واستسلم لكل ده، بس انهياري ما كانش هيفيد عيلتي بحاجة، بالعكس كان هيزود الموقف سوء، وكان هيضرني أنا كمان وهيضرني في امتحاني ومش هيخليني عارفة أكمل.
فما تحسّوش بالذنب، لإن أصلًا تصرُّفك وإنك بتحاول تُقف وتحاول تكمّل حياتك رغم صعوبة الموقف اللي حاصل، ده مش معناه أي حاجة غير إن هو جزء من مسؤوليتك وإنك بتحاول تشيلها للآخر وبتحاول تكمّل. ما تنسوش إن أي حاجة أنتم حاسينها دلوقتي فهي طبيعي، طبيعي جدًا تحس كده مع كل اللي حاصل، وكلنا حاليًا كده أنت مش لوحدك، كلنا بنتشارك ده دلوقتي، تعالوا نقسم ده ونشيله مع بعض، خلّينا نسند ونقوى ببعض وندعم إخواتنا هناك صح، وخليكم فاكرين إنه الله سبحانه وتعالى قدّر هذا والله كفيل به، وطالما إننا ابتلينا بده فإحنا بإذن الله قادرين نشيل، آمم، إحنا أقويا أكتر مما نتخيل والله يا جماعة. أتمنى إنكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا من الحلقة النهاردة، ويا رب تكون كانت حاجة لطيفة وسط كل اللي حاصل ووسط الحاجات اللي بنمر بيها حاليًا. شكرًا إنكم هنا وشكرًا إن أنتم استمعتوا للآخر، وحابة أختم الحلقة بالدعاء لإخواتنا في فلسطين وفي كل مكان إن يا رب، يا رب ربنا ينصرهم ويربط على قلوبهم ويثبتهم ويشفي جرحاهم، ويا رب يثبتنا جميعًا ويهون علينا ويرزقنا إننا ندعمهم يا رب بكل اللي نقدر عليه طول حياتنا والأجيال اللي من بعدنا كمان، اللهم آمين. وبس كده، أشوفكم بإذن الله في حلقة جديدة من randomly. باي باي.